جميلة الشاشة الهادية كانت ملامحها ملاك، لكن حياتها كانت مليانة وجع. الناس شافوا فيها التكبر، وهي في الحقيقة أطيب من كده بكتير. فنانة اتظلمت من أقرب الناس ليها، ومن الوسط الفني اللي حبها في الأول ونسيها في الآخر. النهاردة هنحكي قصة واحدة من أنقى نجمات الزمن الجميل، مريم فخر الدين، الملاك اللي عاش عمره كله بوش مبتسم، لكن قلبها كان موجوع. تعالوا معايا نتعرف على قصة حياة الفنانة الجميلة مريم فخر الدين. اتولدت مريم محمد فخر الدين في 8 سبتمبر 1933 في الفيوم، وكان ليها أخ وحيد هو يوسف فخر الدين اللي اشتغل هو كمان بالتمثيل. والدها مصري ووالدتها مجرية. اتلقت تعليمها في مدارس ألمانية، ودخلت عالم الفن بالصدفة، وده لما راحت تتصور والمصورات يستأذن والدتها انه يقدم صورتها في مسابقة أجمل وجه لمجلة فرنسية. وفجأة لفتت الأنظار كوجه فني جديد، وكتير من المخرجين راحوا علشان يتفقوا على أفلام، وكان أولهم محمود ذو الفقار.